هل تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي في أول عيد؟ وما هي الشروط والصفات التي كانت في أضحيته؟ في أول عيد أضحى مر على المسلمين بعد الهجرة إلى المدينة. علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أعظم معاني الطاعة والتقرب إلى الله بالأضحية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يختار أضحيته بعناية ويحرص أن تكون سليمة كاملة، لأن الأضحية شعيرة عظيمة تقدم لله عز وجل، فلا يليق أن تكون ناقصة أو معيبة. روى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، أي لونهما يميل إلى البياض مع شيء من السواد، ولهما قرنان جميلان، وكانا قويين حسني الهيئة خاليين من العيوب الظاهرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية، فنهى عن التضحية بالحيوان المريض مرضا واضحا، أو الأعرج الذي لا يستطيع المشي جيدا، أو الأعور الذي